السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير. احنا عاملين معاكم النهارده وصفة تحفة. تحفة فعلا بمعنى الكلمة تحفة. عاملين معاكم قرنبيط. احنا شايفين ايه القرنبيطة ما شاء الله عليها حلوة ازاي وبيضة وجميلة كده. ومقطعين الزهرة بتاعتها مش كبيرة قوي ولا صغيرة، احنا قطعين الزهرة كده مظبوطة قوي، حلوة التقطيعة دي قوي بتاعتها. تعالوا نخش نشوف هنعملها مع بعض ازاي ونسمي نقول بسم الله. احنا معانا ميه مغليه، حطينا فيها معلقه ملح كبيره، دول معلقتين صغيرين على معلقه ملح كبيره. حاطين انتوا تحطوا الملح على حسب طبعا القرنبيط اللي عندكم. وحطينا معلقه سكر كبيره، وحاطين معلقه كمون حصى كبيره، وحاطين رشه كركم بيخلي لون القرنبيط حلو قوي قوي. هتغلي معانا على النار زي ما انتم شايفين كده. هننزل بالقرنبيط بتاعنا اللي احنا غاسلينه الاول ونقعينه حلو قوي في ميه. وبعد ما غسلناه ونقعناه في الميه طلعناه وصفيناه، وزي ما انتم شايفين كده احنا بنسلقه ونزلناه في الميه. هنسيبه بقى لما يغلي مع بعضهم كده شويه، مش بياخد كتير في السليق عشان احنا مش عايزينه مهري طبعا. بس شايفين كده اللون بتاعه، شايفين ما شاء الله، شايفين تبارك الرحمن اللون بتاعه عامل ازاي، حلو قوي قوي قوي، جميل جدا. والريحه بتاعته كمان حلوه قوي. الكمون عشان خاطر ما يعملش اي انتفاخات لينا ولا اي حاجه. انتوا عارفين القرنبيط والكرنب بيعملوا انتفاخ، فحاطين معاه رشه الكمون دي معانا عشان خاطر ما يمنع اي انتفاخ او اي حاجه. ومعلقه السكر دي يا جماعه بتبقى حلوه قوي، معلقه السكر دي بتدي قوام كده للقرنبيط، ما تخلوش يتهري. و يعني حلو، ما تخلوش يتهري، وبتخليه بيفضل كده بلونه الابيض. بس كده خلصناه وسلقناه وحطيناه في ميه متلجه. ايوه، احنا المفروض ان احنا بنحطه في ميه متلجه. احنا معانا هنا بقى دلوقتي المقادير زي ما انتم شايفين كده. المقادير معانا 3 كوبايات دقيق، معانا كوبايه نشا، معانا خضره، ومعانا بيضايه، ومعانا معلقه خل، معانا معلقه توم، معانا هنا كريسبي، معانا هنا رشه فلفل على للبضايه، ومعانا ملح. البهارات ملح كمون بابريكا كركم، توم باودر بصل باودر. زي ما انتم شايفين كده هي دي كل المقادير. احنا البهارات كلها هنقلبها كلها على بعضها كده. هنقلب كميه البهارات دي، كميه البهارات ريحتها جدا جدا يا جماعه، والله العظيم البهارات دي على بعضها كده حلوه قوي وريحتها حلوه قوي. هنقلبهم كلهم على بعضهم زي ما انتم شايفين كده. واحنا معانا هنا طبقين، حطينا في كل طبق حطينا كوبايه ونص دقيق ونص كوبايه نشا، يعني كل طبق فيه كوبايه ونص دقيق ونص كوبايه نشا. يعني يعتبر كوبايتين من النشا والدقيق في كل طبق. هننزل هنا بنص البهارات بالملح على طبق، والنص التاني على الطبق التاني، يعني احنا نقسم البهارات على الطبقين بمعنى اصح يعني، وهنقلبهم. هنستبعد طبق خالص عن التاني كده، والطبق التاني وواحد منهم هنجيبه وننزل عليه بالبضايه اللي عليها معلقه الخل والثوم، وهننزل ورشه الفلفل، وهننزل عليها على الدقيق، وهننزل بقى بشويه ميه شويه بشويه كده لحد ما تدينا تعمل عجينه معانا، عجينه ولا هي تقيله قوي ولا هي خفيفه، يعني ولا قوام الكريب ولا قوام الكيكه، لا هي بينهم كده الاتنين، القوام بتاعهم زي ما انتم شايفين كده. وبعد ما خلصناهم كده هننزل عليها بالخضره اللي عندنا. الخضره دي كانت عندنا متفرزنه عندنا. لو عندكم طبعا فريش بيكون احسن، بس هي الموجوده كانت متوفره عندي ساعتها. احنا ده كريسبي، الكريسبي ده بيتباع عند العطار. وهو على فكره يعني جبتيه او ما جبتوش هو مش ما فرقش كتير في الوصفه يعني. انا كنت يعني جبته وقلت شكل مش اكتر، بدي شكل كريسبي، لكن هي اصلا القرنبيط والخلطه بتاعته ما كانتش محتاجه اي حاجه تانية. انا حتى مش هحطه هنا مع الدقيق، بس بعد كده هعمل واحده واجربها، لا هتبقى من العجينه للدقيق، لا فبعد كده هحطه هرجع احطه تاني على الطبق اللي فيه الدقيق دون. انا هنا زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله. انا بعد ما جربت واحده ورحت جايه زي ما قلت لكم كده، رجعت دلقته كله على الدقيق كده وفضيته على بعضه زي ما انتم شايفين. انا دلوقتي بحط القرنبيط اهي، كنت عملت واحده اهي زي ما انتم شايفين اهي. فهنزل بقى بالقرنبيط دلوقتي. تقطيعه القرنبيط كده يا جماعه حلوه قوي، التقطيعه دي معتدله كده، لا كبيره ولا صغيره، حلوه قوي كده كده. يعني حتى اللي ياخد واحده وياكلها كده ما يسيبش منها قدامه ولا حاجه. هو اصلا بصراحه ربنا والقرنبيط ده ما فيش حد هيسيب منه اي حاجه من كتر ما هو حلو وطعمه حلو جدا بجد، يعني حرفيا حلو. زي ما انتم شايفينه بنشيله من العجينه، بننزل بيه دلوقتي في قلب الدقيق اللي هو متبهر. ما بضغطش عليه، ما بتكاش عليه ولا اي حاجه، ولا بحاول ان انا اجبس الدقيق في كده ولا اي حاجه. انا بطراطيف صابعه زي ما انتم شايفين كده بقلب في الدقيق. حتى بص بهز منه الدقيق كده كاني بعمله في مصفى او في منخل كده اي حاجه. نحطه كلها، نعمل الكميه في طبق ونحطه لحد ما نخلص الكميه اللي احنا هنعملها. وكله بالتبادل زي ما انتم شايفين كده من العجينه للدقيق زي ما انتم شايفين قدامكم اهم. وبعد كده هنزل بيهم بقى ماشيل من الدقيق زي ما انتم شايفين كده على الطبق. وبعد كده هروح بقى على زيت سخن. الزيت بيبقى سخن، مش بيبقى مقدوح، لا بيبقى سخن. بس زي ما انتم شايفين كده
اول لما بحطه انا ما بقلبش، بسيبه ما بقلبش عشان خاطر الكفر بتاعنا ما يقعش منه، انا بس بوسع كده عشان خاطر احط بقيه القرنبيط. وهو ثواني وبتشمع على طول، هو ما بياخدش وقت طبعا. البهارات بالنشا بالدقيق والعجينه دي بص هيخلوه مقرمش جدا. شايفين اللون كمان لونه حلو قوي قوي، حلو بجد بجد، شكلا حلو قوي قوي، شكله جميل وطعمه جميل. شايفين ما شاء الله. كمان انتوا لو عايزين اي مقليات بتقلوها وعايزينها تبقى قرمشه معاكم، يا ريت ما يطلعش على مناديل مطبخ او في طبق، لا تطلعوه كده على زي ما انتم شايفين مصفى او على شبكه زي كده. دي شبكه الفرن الكهرباء ده، حطاها كده وتحتيها اي صينيه عشان خاطر نازل اي زياده عليها. بيدي هوا كده من فوق وتحت، بيخليها تفضل مقرمشه، تحتفظ بالقرمشه بتاعتها كده. انا بعملها تاني طبعا. انا كان معايا كمان بقى، بما ان هي عجينه قرنبيط وكده، فكنت سلقه بطاطس، سلقت بطاطس وخرطتها شرايح كده برضو حلقات علشان خاطر ليها معاها. حتى الفلفل كمان ما شاء الله انا برضك هقليه بنفس العجينه وبنفس الخلطه وبنفس الدقيق. كانت طلعت بصوا ما اقولكوش بصراحه ربنا، كانت اكله حلوه جدا جدا وعجبت الكل، والحلوه القرمشه بتاعتها ولونها حلو جدا جدا. انا هنا التصوير ظالمها وحياه ربنا، التصوير فعلا فعلا ظالمها. دي كانت البطاطس زي ما انتم شايفين كده، كنت مخرطه شويه بطاطس، شويه صوابع وشويه حلقات زي ما انتم شايفين كده، برضه كانت مقرمشه جدا جدا جدا، حلوه قوي قوي. جربوها يا جماعه بالطريقه دي والله العظيم، مش هتندموا، مش هتبطلوا تعملوها من كتر ما هي حلوه، وهتعجب الكل فعلا فعلا حرفيا هتعجب الكل. جربوها كده وقولوا لي رايكم فيها ايه. ولو وصلتوا معانا للفيديو بقى، يا ريت ما تنسوش اللايك والشير وتفعيل الجرس عشان يوصلكم اشعاراتنا بكل فيديوهاتنا الجديده. بس كده انا هشيلهم بقى كده خلاص. كمان وطبعا بص في ناس قالوا لي انت عشان الزيت ما يتغيرش انت ممكن ترمي معلقه نشا في الزيت. انا جربتها ما عملتش اي حاجه حرفيا، وعملت رواسب في قلب الزيت من تحت خالص، فما عجبتنيش اصلا. بس زي ما انتم شايفين كده جربوا الطريقه دي كده. هسمعكم بعدها كمان، هسمعكم القرمشه بتاعتها عشان تعرفوا القرمشه بتاعتها ازاي، وجامده جدا. حتى لما بتقعد بعد فتره كمان برضو ما بتتراش. شايفين الشكل بيتكلم لوحده طبعا، ما حدش يقول ده قرنبيط ابدا ابدا طبعا. شايفين ما شاء الله. اسمعوا بقى كده معايا القرمشه، اسمعوا. انا اسفه والله الصوت كان اتكتم، معلش انا اسفه، بس اكيد هي باينه طبعا قدامكم. شايفين ما شاء الله، شايفين الكفر بتاعها، شايفين في ايدي الكفر عامل ازاي ما شاء الله، وهي من جوه عامله ازاي، تحفه تحفه تحفه. والفلفل كمان بصوا كنتوا بتاكلوه قرمشه كده وجامد جدا جدا، حتى الفلفل كان مقرمش معانا والبطاطس والاكله كلها كانت جامده جدا. لو عجبتكم الوصفه بتاعتنا يا جماعه ما تنسوناش في اللايك والشير وتفعيل الجرس عشان يوصلكم اشعاراتنا بكل فيديوهاتنا الجديده. ويا ريت ما تنسوش اللايك، يا ريت يا جماعه ما تنسوش اللايك كده معانا. يلا واتفرجوا عليها براحتكم بقى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.